السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا بنقوله بسم الله الرحمن الرحيم كده. هجمة من شريف لديانج الكهرباء، بس حرام تضيع، اقسم بالله حرام تضيع. فبسم الله الرحمن الرحيم يا مسهل الحال. باين عليها مباراة مشوقة وتعزيز الصدارة بإذن الله للأهلي. اعتبرها فوز 3-0 للأهلي إن شاء الله. محدش هياخد باله إن شريف النهارده بيلعب مهاجم وهمي. يعني لحد دلوقتي، لحد الاول الاربع دقايق دولت هو بيلعب مهاجم وهمي. والسرور لوب اللي عمله لديانج ده سرور لوب عالمي. حرام اقسم بالله. الكرة دي كانت تلزمها تكون هدف، عشان حلاوتها تكمل. يعني تلزمها تكون هدف عشان الحلاوه بتاعتها تكون باينه. وبعدين معانا بقى المعلق الواحد بيعشاه وسام ايمن الكاشف. يلا ان شاء الله تكون سهره رمضانيه رائعه. تعزيز الصداره للنادي الاهلي باذن الله. حرام حرام اقسم بالله يا سولية. مين مكمل يا جدعان؟ مين مكمل؟ تسديدة ايه؟ سولية واخد من تعليمات من كولر ان هو يسدد من بعيد. بقاله كام ماتش؟ يعني بقاله 3 4 ماتشات ما شاء الله عليه من ساعة ما رجع من الإصابة، وهو واخد تعليمات ان هو يشوط من بره. بس طبعا اللياقة البدنية عند السولية واقع خالص. مش ده السولية بتاع زمان. ارجع يا سولية يا مسهل. يا ولد يا ولد يا ولد يا شيفو يا ولد. يا ولد يا شيفو يا ولد. هو ده اللفندي، ده في حتة تانية عندي. اللفندي ده في حتة تانية عندي. محمد شريف المخيف. طبعا بعد الهدف ده، بعد يعني 27 دقيقة في المباراة، عايز اقول الاتنين في الملعب يعني شابوه بجد، شابوه. عاملين 30 دقيقة من اروع. بص هقول لك ايه، يعني محمد هاني ومروان عطية جوهرتين في الملعب بأمانة يعني. اقسم بالله العظيم كهربا مش هو كهربا. كهربا النهارده في الاوف اوت، يعني في الاوف اوت جامد. حرام كورتين زي دول ما يضيعوا منك ازاي ما اعرفش. كورتين شبه بعض يضيعوا ازاي انا مش عارف. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. ينام ويصحى الفولت برضه. ينام ويصحى الحراق. حلوه يا فولت. ده يا جدعان هيتوقف 12 مباراة. ده يتوقف 12 مباراة. ده حرام. حرام والله العظيم. ده يتوقف 12 مباراة. بيخلص من اقل فرصة. مش عارف بس كان ماله اول الماتش جاله فرصتين اساسا ما يدعوش. بص هاني. عالمي. يعني الكورتين السهلين يضيع ما يعرفش يجيبهم، الكرة الصعبة يسحبها من وسط المدافعين ويحطها في الجون. طبعا مبروك للفوز 2-0 بهدفين محمد شريف ومحمود كهربا. بالنسبه اللي عمله الشناوي دوت، انا مش ملوش اي مبرر للي هو عمله. ايا كان اللي عمله لاعب سموحه يتعاقب عليه انذار بقى، يرجع للفار الكلام دوت. لكن بالنسبه اللي عمله الشناوي، انت قائد فرقه. عيب قوي لما يطلع منك حاجه زي كده. عيب قوي لما تطلع منك حركه زي دي. بتخرج الفرقه من المباراه، بتشتت الفرقه. يعني انا واحد اهلاوي، بالنسبه لواحد اهلاوي مش حاجه اقول لك وجع علق مثلا. طبعا نجم المباراه محمد عبد المنعم كهربا، نجم الماتش. مبروك عليه. يستحقها الصراحه، مع انه جاب هدف متاخر ما عملش حاجات كتيره في المباراه، بس يستحقها يعني. بس برضه هنتكلم تاني، يعني نرجع نتكلم تاني في اللي بالنسبه اللي عمله الشناوي. انا مش معاه خالص في اللي عمله. غلط قوي لما انت قدوه الفرقه، لما انت الكبير في الفرقه تعمل كده. امال الشباب الصغير اللي بيلعب معاك ده يعمل ايه؟ واحد زي رأفت خليل ده لما يشوفك انت بتعمل كده، هو بقى رد فعله هيبقى ايه بعد كده لما يحصل معاه موقف زي ده؟ لازم يبقى عندك ثبات انفعالي اكتر من كده. لازم يبقى عندك ثبات انفعالي احسن من كده بكتير. ده جزء صغير من انا كنت بتكلم فيه عن اللي الشناوي عمله. بس انا بجد زعلان جدا ان موقف زي ده يحصل من قائد الفريق. يلا مبروك على الفوز 2-0 وثلاث نقاط. 3 نقط مستحقة. يلا عقبال بقية النقط إن شاء الله. مباراة يوم السبت بإذن الله نبقى نعمل ماتش عظمة قدام الرجاء بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.